وبتبدأ الحالة معانا بقى بعد المذبحة اللي عملها باركيار لكل أتباع حسن الصباح، واللي قتل فيها 800 واحد من الباطنيين في داخل أسوار أصفهان. عشان بقى مع بداية الحلقة نروح لحسن الصباح واللي نشوف إن هو واقف يخطب في الرجالة بتوعه، واللي بقى عامل كده إن ده أتعس يوم ممكن أقول في الدعوة بتاعته، أو إن هو يوم حزين هيعدي مع الأتباع بتوعه، إن هو واقف كده بيعزي في ال 800 واحد اللي ماتوا. واللي بيطلب بقى ساعتها من ابن سيهون وباقي اتباعه ان هم يجيبوا له اولاد ال 800 شخص اللي ماتوا دول، وان هم لما يستقبلوهم في القلعه ان هم يعملوا لهم ميتم كبير جدا، ان فكره ان الحاجه دي ان هم مش معديينها، وان الناس اللي ماتوا دول كانوا من اشرف الناس اللي موجودين، وان اهل اصفهان هم اللي قتلوهم، او اصفهان هم اللي اغتالوا اهليهم. عشان نشوف برضو ان حسن الصباح اساسا هدفه من ده كله اكبر بكتير، ان هو يدرب ولاد الناس دي واللي يزرع الكراهيه اساسا ناحيه اصفهان وناحيه المسلمين. فكره ان هو يربيهم، وفكره ان هو كل اسبوع يحكي لهم القصه من اول وجديد، ده اللي هيربي كراهيه ما بتنتهيش لحد النهايه، واللي بيطلب منهم ان هم ينفذوا ده كله في اقرب وقت ممكن. وبعدها بشوية كده بنشوف تاني إن ابن سيهون بيبقى رايح لحسن الصباح، واللي ساعتها بقى بيبتدي يتكلموا حسن اللي يسأله مين اللي ممكن تكون اخترته عشان المهمة الجديدة. في الوقت ده ابن سيهون اللي بيقول له على الشخص اللي اختاره، واللي يقول له فعلا إن هو شخص ذو كفاءة كبيرة دلوقتي، عشان ساعتها حسن الصباح هيقول له إن المهمة الجاية هتبقى مهمة خطيرة جدا، وإن اللي هم هيختلوه هيكون ممكن أقول أكتر حد خطر على الدعوة بتاعتهم على وجه الأرض كلها. عشان ساعتها ابن سيهون يفتكر ان هو بيتكلم على حد مثلا من اولاد السلطان، او حتى الصليبيين، او حتى المستعليين، لكن ساعتها حسن الصباح بيقول له ان دول كلهم اعداء، لكن مش هم الخطر الكبير على الطائفة بتاعتهم، ان اخطر حد على الطائفة بتاعتهم هو الامام الغزالي. فكرة اساسا ان هو شخص زاهد في الحياة، وفكرة ان هو بيدور في الدين فعلا، وان هو عايز يوصل للحقيقة، وان هو ينشر ده كله بتعاليم ممكن اقول كويسة جدا، ان ده الخطر الكبير على دعوة حسن الصباح، اللي في الوقت ده ان هو بيبعد بقى عن فكرة بقى ان هو الامام، او فكرة اي حاجة تانية هو بيدعوها بالمسمى بتاعه هي طائفة حسن الصباح، عشان نشوف ان هو عايز يختل الامام الغزالي، واللي بيطلب ان هم يجهزوا الايه الشخص اللي هيكلف بقى باغتياله، واللي بيطلب ساعتها من ابن سيهون ان هو يجهزه زي ما جهز الاولاني، زي ما شفنا كده حلم الجنة، عشان يشوفه واللي يطلب منه بقى الطلب بتاعه. عشان نشوف على طول بقى ان هم بيبتدوا يجهزوه زي ما شفنا كده في الحلقه اللي فاتت بحلم الجنه، اللي بيتم تخديره واللي بيتم نقله، واللي يبتدي بقى ان هو يشوف الفتيات حواليه من كل ناحيه، عشان اول ما يفوق برضه يلاقي حسن الصباح فوق راسه، واللي يقول له ان الجنه احسن بكتير من حلم الجنه، وان هو اللي معاه المفتاح بتاعها، واللي ساعتها بقى يبتدي يقول له تفاصيل المهمه بتاعته، ان هو هيروح القدس، وان هو هيلاقي هناك حد متعبد، او ممكن حد زاهد في الحياه شويه واللي بيدي الدروس كمان. فكره ان هو يروح ويتقرب منه على ان هو طالب صوفي، وان اول ما يلتفت ليه ان هو يطعنه بالخنجر، وان هو هيموت ساعتها هو كمان في الوقت ده، عشان يقول له ان هو ساعة ما هيموت وروحه بتطلع ان هيلاقي حسن الصباح بيفتح له مفتاح الجنة. ساعتها نشوف ان الشخص ده بيتبسط اكتر، واللي يحس فعلا ان هو هيدخل الجنة، واللي يبتدي بقى ان هو يروح في طريقه، واللي نشوف ان هو بيقف عند حد كده في الطريق، واللي بيسأله ان هو لو يأكله اي حاجة او يشربه مية، عشان ساعتها الشخص ده يقعد معاه، واللي يبتدي ان هما الاتنين يتكلموا، واللي يسأله هو جاي من عند شيخ الجبل ولا جاي منين. ساعتها كده نشوف ارتباك شوية من الجندي، لكن هو بينكر ان هو جاي من هناك، عشان ساعتها يقول له ان هو كمان ما يعرفش اساسا شكل حسن الصباح وشيخ الجبل ده ايه، لكن هو اللي ممكن اقول هو الوسيط ما بينه وما بين الجواري اللي بتوصل له هناك، عشان ساعتها كده الجندي يستغرب شوية، واللي يلاقي كده ان الراجل ده يعرف ازيد من اللزوم، عشان نشوف ان هو على طول ما بيفكرش كتير، واللي بنشوف فعلا ان هو بيقتله. عشان بعديها بشوية كده نشوف إن حد رايح لقلعة آلموت، واللي بيفتحوا له على طول الأبواب، عشان يتفاجئ بعد ما بيوصل كده إن ده الحسين ابن حسن الصباح الكبير اللي كان حاطه في قلعة تانية، وإن دلوقتي عدى وقت كتير أساسا من آخر مرة شفناه فيها، وإن هو كبر دلوقتي، واللي نشوف بقى ان هو جاي يزور امه واخواته الصغيرين. عشان كده نشوف برضه ان لسه الخلافات ما بينه وما بين حسن الصباح مش قوي، بس بقى اكتر عقلانية كده، واللي بيقدر ان هو يتفادى اي صدام ما بينه وما بين حسن، واللي كمان ممكن اقول ان هو بيآمن بيه اكتر، او فكرة ان هو دلوقتي عارف مكان حسن الصباح، واللي بيعامله على ان هو مولانا اكتر ما هو ابوه. عشان وقتها امه بقى اللي تبقى فرحانة بيه جدا، بس تتخض لما تفهم ان هو جاي اساسا بطلب من حسن، عشان تفتكر ان حسن ممكن يستخدمه كحاجة من الفدائيين، او ان هو ممكن يخليه مكانه في المكان اللي هو فيه، عشان ساعتها ان هي تخاف عليه، لكن حسن يقول لها ان كل حاجة هتمشي بامره هو بس، وان هو لو اختار ان هو يكون فدائي فهو ساعتها لازم يكون فدائي ويكون قدوة لكل الناس اللي حواليه.
ساعتها ابنه اللي بيتدخل في الكلام ويقول له ان هو قادر ان هو ياخد القرار بنفسه، قادر ان هو يكمل الرساله بعد ابوه، قادر كمان ان هو يكون مولانا الجديد. عشان ساعتها بقى حسن يقول له ان هو ممكن يكون فعلا المختار ما بعده، بس الفكره ان لسه حسن الصباح ذات نفسه ما قررش مين اللي هيبقى المختار، وان هو اللي هيعلن في الوقت المناسب مين المختار اللي هيجي بعديه، عشان يقول له برضه ان هو يقعد مع امه واخته قبل ما يرجع تاني لقلعته. وبعديها بشويه كده بنشوف ان في خناقه بتحصل ما بين حسن الصباح ومراته، اللي بتبقى كده متضايقه منه بسبب طريقه تعامله مع ابنه وممكن كمان مع اولاده، وان هي خايفه عليهم ان حسن الصباح يجي في مره واللي يطلب منهم انهم ينزلوا يقتلوا ويتقتلوا. ساعتها حسن الصباح اللي بيأكد لها ان هو لو جت فرصه ان هو يعمل كده ان هو فعلا هيعملها، وان هو اكيد عايز المؤمنين يامنوا بيه اكتر لان هو مش هيفضل اولاده عنهم، وان الحاجه دي هتقوي العقيده بتاعته اكتر بكتير، وان الناس اساسا هتصدقه اكتر بكتير. ساعتها هي اللي تتضايق منه اكتر واللي تقول له ان هي مش مصدقه فيه وان هي ذات نفسها شاكه في اللي هو بيعمله، عشان ساعتها بقى هو اللي يبتدي كده يتضايق منها شويه ويقول لها ان انت بتشككي. لكن وقتها هي اللي تقول له ان هي طول ما هو بعيد عن ولادها فهي مش بتشكك فيه، وان هي مستعده ان هي تقتل وتتقتل بس ولادها يبعد عنهم خالص. في الوقت ده بقى حسن الصباح اللي بيتضايق منها شويه واللي يقول لها زي ما في مفتاح الجنه في مفتاح النار، وان المفتاح النار او حلم النار ده بيروحوا اي حد ما بيصدقش في العقيده بتاعته واللي بيسيبها وبيمشي. بعديها بقى اللي بنروح لابن سيهون وبرزك، اللي نشوفهم ان هما الاتنين قاعدين يتكلموا كده، واللي بيبقى كده النقاش داير ما بينهم عن حسن الصباح نفسه، فكرة ان هو شخص عجيب جدا، وبرزك اللي بيبقى بيتكلم اساسا عن حسن الصباح ان هو في اوقات كتير ما بيفهمش تصرفاته وان هو مصدق فيه بزيادة، بس الفكرة كلها ان هو برضه بيشوف ان هو بيعمل افعال ما بتبقاش متوقعة لدرجة بتخليه اساسا كده ان هو يفكر ايه اللي بيحصل او ايه الهدف اساسا من ورا ده كله، او حتى إيه طموحه ده هيوصله بيه لحد فين، وانه ازاي ان هو عنده القلعه دي كلها والاسطوره اللي عاملها في وسط الناس دي كلها، وازاي ان هو شخص مش سعيد. عشان ساعتها بقى ابن سيهون هو اللي يقول له ان هو بس عشان راجل طموحه والطموح ده ملهوش اخر، وانه فكره ان هو مش مقتنع دايما بالحاجه اللي هو فيها وان هو عايز يوصل لحاجه اعلى. عشان في الوقت ده كده يتكلم عليه بقى برزك ان هو ده حاجه شبه الهيه، فيرجع كده ابن سيهون اللي يضحك كده واللي يبقى باين عليه ان هو يقول له ان مولانا مختلف عن باقي الناس، وان هو فعلا مآمن بيه للدرجه الكبيره دي، لكنه برضه مش لدرجة انه حاجة الهية. عشان نشوف كده برضه ان هما الاتنين مؤمنين بحسن الصباح لدرجة كبيرة جدا، لدرجة مخليهم ان هما يمشوا حتى هما شايفين الغلط شايفين ان هو عادي صح. واللي بعديها كده بيمشي برزق، واللي نشوف بقى ان ابن سيحون بيبقى قاعد ان هو بقى ايه يشم نبتة الحشيش وان هو يعمل الدماغ لوحده. واللي بعديها بشوية بنشوف ان برزق بيروح لحسن الصباح واللي يقول له ساعتها على ابن سيحون ان هو بيستخدم نبات الحشيش او نبات الجنة بتاعهم بكميات كتيرة جدا وبشكل شخصي. عشان ساعتها حسن الصباح اللي يبتسم شوية كده واللي بيبقى عارف اساسا ان ابن سيحون هيطلع منه فعل زي ده، واللي يقول له ان هو يختار 2 كمان من المؤمنين وبرزك هو الرئيس بتاعهم، واللي يقعدوا يتشاوروا ويصدروا حكم على ابن سيحون. واللي بعديها على طول بقى بنشوف المحاكمة اللي بتتم بقى على ابن سيحون، واللي نشوف بقى برزك بيكون واقف هو و2 تانيين بيبقوا موجودين معاه من اشد المؤمنين، واللي يبتدي بقى المحاكمة في وجود حسن الصباح عشان بقى يقر بقى الناس اللي موجودة معاهم ان هما دلوقتي هيعاملوا اللي بيشرب نبات الحشيش او النبات اللي هما بيدعوه نبات الجنة ان هو كده حكمه زي حكم شارب الخمر، لان هي بتسهب العقل وبتقلل من الهمة بتاعته. واللي يقولوا بعديها كده شوية واللي يخلوه يقر بالاعتراف على كل اللي هو عمله ان هو خد الحاجة دي بدون اذن فيثبت عليه التهمة اكتر، عشان في الوقت ده على طول يحكموا عليه بالجلد. بس بقى القرار الاخير بيرجع لحسن الصباح، واللي ساعتها بقى بيسأله برزق اذا كان هو هيعفي عن ابن سيحون ولا ان هو هيؤمر بجلده. عشان حسن الصباح لما يبتدي يتكلم يقول له ان هو ما عندوش محاباة لحد او ممكن اقول تفضيلات لحد، ان القريب زي الغريب وان كله هيمشي عليه القانون، واللي بيؤمر ساعتها ب 200 جلدة لابن سيحون. عشان ساعتها الواحد يفتكر ان ابن سيحون ممكن يثور ممكن يغضب، لكن بنتفاجئ ان هو بينفذ الامر على طول. ده كمان بيبتدي ان هو يقلع هدومه بنفسه عشان خلاص نشوف الضرب على طول. حسن الصباح اللي بيأمر برزق بان هو اللي يضربه بنفسه ال 200 جلدة، واللي من هو ما يتهاونش في ولا ضربة فيهم. عشان كده نشوفه هو بيتم جلده، واللي بعد ما بيخلص ده كله ونشوف ان ابن سيحون بيكون بيتقلب في اوضته. في الوقت ده بقى حسن الصباح اللي بيروح له واللي بيبقى بيسأله انت دلوقتي بتكره حسن الصباح ولا لا. ساعتها بقى نشوف كده ان ابن سيحون ما بيردش واللي بيبقى لسه مش عارف من كتر الوجع اللي فيه، لكن حسن الصباح اللي يقول له ان على قد ممكن اقول الاذى اللي بيتسببه له على قد قربه من قلبه، على فكرة ان انت كل ما هتستحمل مني الوحش ان انت اللي ممكن تكون خليفتي بعد انا ممشي. الحاجة دي كلها اللي بيغري بيها حسن الصباح ممكن اقول
العقلية بقى بتاعة ابن سيحون، عشان نشوف كده ان ابن سيحون لما بيقوم ان هو بيروح يبوس ايد حسن الصباح في دلالة منه ان هو لسه في طوعه وان هو لسه ماشي في امره وان هو رضى بالحكم اللي اتحكم عليه، عشان ساعتها حسن الصباح اللي يفرح باختياره واللي بيسيبه وبيمشي. واللي بتخلص بقى معانا الحلقة على كده. اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، واتمنى اكتر ان انت تكون عملت لايك للحلقة. لو انت مش مشترك معانا في القناة يا ريت تشترك، وبكده بقى اشوفك في حلقة جديدة وملخص جديد. سلام.